عدنا لكم من جديد وبحلة جديدة لعرض أحداث سلسلة مسلسلات وبرامج رمضان 2024. يقترب الشهر الفضيل شهر رمضان، ومعه يتشوق الكثير لمعرفة المسلسلات التي ستعرض على الشاشة اليمنية. وفي هذا الجزء الأول سوف نتحدث لكم عن أهم المسلسلات اليمنية التي يتم إعدادها وتجهيزها خلال الفترة القادمة. ولكن قبل أن نبدأ نرجو منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جميع فيديوهاتنا. تابعونا. يعمل المخرجين حاليا على إنتاج أفضل الأعمال الدرامية التي سيظهر بها نجوم الساحة الفنية. بداية، المخرج وليد العلفي مخرج مسلسل العالية في السنة الماضية صرح عن وجود مسلسل جديد سيجمع أبرز نجوم الدراما والكوميديا اليمنية. اسم المسلسل لم يتم الكشف عنه إلى حد الآن. تفاصيل أكثر عن هذا المسلسل سنتحدث عنه في فيديو قادم. ثانيا، صرح مدير شركة النبيل خالد المرولة عن وجود مسلسل جديد من إخراج المخرج المصري معتز حسام مخرج مسلسل دكان جميلة في السنة الماضية. اسم المسلسل قرية الوعل، وهذا المسلسل سيضم كوكبة من ألمع نجوم الدراما اليمنية، وسنتحدث عنه بتفاصيل أكثر في فيديو قادم. ثالثا، تكلم المخرج زيدون العبيدي عن وجود مسلسل جديد من نوع فريد يتكلم عن حب الوطن. هذا المخرج هو مخرج مسلسل عاصفة الذي عرض في السنتين السابقة، ومخرج مسلسل الجمرة والعديد من المسلسلات اليمنية. اسم المسلسل رجال الرماد، وتفاصيل أكثر حول هذا المسلسل سنتكلم عنه بفيديو قادم. رابعا، مسلسل جديد يتم تحضيره للمخرج محمد فاروق مخرج مسلسل خارج التغطية في السنة الماضية. تفاصيل أكثر عن هذا المسلسل سيتم الكشف عنه بالجزء الثاني لهذا الفيديو. خامسا، مسلسل درامي جديد للمخرج ياسر الظاهري والذي تم الانتهاء من تصويره مع بعض من نجوم وأبطال مسلسل أرزاق ومسلسل العالية. يا أستاذ، إيش تحب تقول بخصوص مسلسل حق الموسم هذا؟ إن شاء الله بإذن الله يكون مسلسل جميل ورائع، ويكون يقدم شيء كما نقدم دائما. يعني احنا خارجين من العالية، وإن شاء الله هذا المسلسل أيضا يكون بمستوى العالية وأحسن إن شاء الله. الشباب كلهم بذلوا جهد وقدموا المستحيل لنجاح هذا العمل. تمنية بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله نسعدكم جمهورنا الحبيب. فوز مش تقول حاجة؟ نفسه. سادسا، يتم تجهيز مسلسلين للمخرج عبد الرحمن دلاق مخرج مسلسل القريب بعيد في السنة الماضية، وهو بنفس الوجوه التي شاركت بالمسلسل، بالإضافة لعدة نجوم اكتسحوا الساحة الفنية. غزي شنو مصور ماسك الكاميرا ما شاء الله، تقول له ابنه وهذا له يا ابو طالب، رجع قول ما بنا اصور لك شال اي عمد رمضان. وأنا حسنا على قد إحنا رمضان ما عاد في رمضان. هذا الاستاذ عبد الرحمن دلق طبعا المخرج حقنا حق العمل. على استاذ الرحمن كيف انت؟ تفاصيل أكثر حول هذه المسلسلات سأتكلم عنها في جزء ثاني بعد معرفة كافة التفاصيل والمعلومات. انتظرونا. اشتركوا الآن بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، ودمتم في أمان الله.